كنت حاضرة الفطور. العصبان قدتها أختي اللي هي زوجة المرحوم مبروك، ما ومعونا نظيف ما في حد شيء، عاملات نظيف ما في حد شيء، وتلمينا العائلة كلها كلينا. الفطور كسكسي وعصبان وسلطة خضراء. سلطة خضراء. لا لا لا، فيجل ما نعرفوش وخلاص وما نسمعوش بيه الفيجل هذا. فما دلاع في الفطور ولا؟ لا لا ما فمي. الدوار غسلناها، عنا السبالة غسلناها بالتايو، نظيفة غسلتها أختي اللي هي عيلة المرحوم مبروك مشي، بنت أختي. وطيبوا الغداء، ما جاناش حد براني، معناش معون موسخ، وحطوا الفطور مع حكاية درجين. بعد لك كملنا الفطور حكاية درجين هكاك بداينا نترهوجوا. احنا مصلي عن بي العائلة 9 أفراد، تينا بدوخة في الراس ورجلينا تحس الواحد كلي كبست رجلي ما عادش متحركوا. شو اللي صار بعد هاي؟ اللي صار ولد أختي اللي ولد المرحوم مبروك مشي، وهو معناه قاعد فينا لبيس صحيح، معناه شاد روحه، طلب لنا كرهبة ويهز فينا وليد أختي بالحملة. مشينا غادي للسبيطار المستوصف متاع المكنيسي، ما تولهوش بينا. دكتور، يا دكتور تعال شوف ولد خويا راوي باش يموت. يجيه يقول وكي يمسلو يديه، المسلو ساقه، ايمن لاباس، ايمن لاباس هكا، هو لاباس ما عندك حد شيء. وليد خويا مات ما بين عيوني، عمره 35 سنة. وقت اللي ركبوه في الامبيلونس متوفي، ونسيبي مبروك زي كيف متوفي، خرجوا بين المكنسي متوفي. انت شقيق المتوفي به عنده بطاقه بيضاء مجانيه، نورمالمون يعالج مجاني. به كيفاش يبقوا احنا فهمت ولا نستنوا باش نكروا كهرباء من عندنا ونتصرفوا في كهرباء ونهزوه معناتها. وصار زاد تقصير، ونهار اللي مشت الحالات كلها من السما مشت غادي للسبيطار، صار تقصير يا اخوي. نورمالمون اللي وصلوا ثميك عرفهم حاله مخترمه، عداهم البوزيد ولا عداهم الصفاقس ولا شافوا لهم حل، وقع اشكاليه في نقلهم. وسائل النقل ما ثمش، الامبيلونس ناقصه في المكنيسي، ثم تقصير من ناحيه المستشفى المكنيسي. يروح هم خدموا حد المجهودات اللي عندي. خويا بالله سامحني غسيل معده، هم نورمالمون الوضعيه تتم المعده، الوضعيه هذه ما ثماش غسيل معده في المستشفى المكنيسي. معناها تجي حالات معناها نتاع 10 و20 و30 نجم يتوفوا كره. لازمه وكل شيء لازم. اما احنا في البلايص هذه، ضحيه بصراحه. من حقنا في الصحه، من حقنا في الخدمات، من حق اسمه الوعود اللي جانا بها السيد وزير الصحه. ما شفنا شيء، ما رينا شيء. السمير اللي وعدنا بها ما فماش. السبيطار الجهوي بالمكنيسي ما فماش. تو الزياره عندها عام واش معناتها. انا باش نتكلم من منطلق تجربتي في الخدمه، معناتها من حقنا في الصحه. قطاع الصحه مهمش، وهذه ضريبه نتاع التهميش في المعتمدات المجاوره، المزونه، منزل بوزيان، المكناسي، سيدي بوزيد، الولايات المجاوره. يا رسول الله حط الحق في الصحه مع الناس. اذا هذه منزل الفقيد. هذا المطبخ الكوجينه.